السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأعاصير من أقوى وأخطر الظواهر الطبيعية على كوكب الأرض، ولكن شنو هو السبب ديال هاد الأعاصير؟ وعلاش كتضرب شي مناطق أكثر من مناطق أخرى؟ وعلاش مناطق أخرى كاع ما كيكونش فيها الأعاصير؟ أجي نعرفوا علاش. الأعاصير أو ما يعرف أيضا باسم الأعاصير المدارية أو التايفون في بعض المناطق كتشكل فوق مياه المحيطات الدافئة، وعادة بالقرب من خط الاستواء. وهاد المياه الدافئة اللي خاص تكون الحرارة ديالها على الأقل 27 درجة مئوية هي اللي كتزود الاعاصير بالطاقه باش كتكون وكتكون شديده. وفاش كتجمع الظروف المناسبه بحال المياه الدافئه والهواء الرطب والرياح يمكن يتحول اضطراب جو بسيط الى اعصار مدمر. وفاش كتلقى الرياح من اتجاهات مختلفه كيبدا الهواء بالدوران حول منطقه ديال الضغط منخفض. هذه العمليه كتخلق الدوامه اللي كتصبح اعصار فاش كتكون ظروف الرياح العلويه مناسبه. الاعاصير كتضرب مناطق محدده حول العالم بحال السواحل الشرقيه لامريكا الشماليه ومنطقه البحر الكاريبي في المحيط الاطلسي اللي كيتعرضوا بما يسمى بهوريكين. وفي المحيط الهادي الشمالي الغربي كتضرب اعاصير السواحل الشرقيه لاسيا واللي كتسمى هناك بالتايفون. وكاين مناطق اخرى حول المحيط الهندي اللي كتعرف اعاصير موسميه بحال خليج البنغال وبحر العرب، وكذلك جزر المحيط الهندي الجنوبي واستراليا اللي كتعرف اعاصير قويه. وهاد الاعاصير عاده ما كتكون غير في فصل الصيف والخريف فاش كتكون مياه المحيطات دافيه بزاف اللي كيخلي هاد العواصف اكثر قوه وتدميرا. خلاصه القول ان المناطق اللي كتكون قريبه من المحيطات المداريه وعندها مياه دافئه والتيارات هوائيه مناسبه هي الاكثر عرضه للاعاصير. فهاد العوامل كتوفر بشكل خاص في مناطق البحر الكاريبي، خليج المكسيك، جنوب شرق اسيا والمحيط الهندي. وهنا غادي نكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو. الا عندكم شي سؤال وبغيتينا نجاوبوا عليه كتبوه لينا في التعليقات، وما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب وتشتركوا في القناه. تهلا.